هو مشروع يرتقب أن يغير وجه القارة الإفريقية. سيستفيد منه حوالي 300 مليون شخص بالقارة. يكتسي طابعاً استراتيجياً هاماً في ظل الحرب الروسية الأوكرانية. قال عنه الملك محمد السادس: هو مشروع من أجل السلام والاندماج الاقتصادي الإفريقي والتنمية المشتركة، مشروع من أجل الحاضر والأجيال القادمة. إنه مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي سيمتد على مسافة 5660 كيلومتراً، وهو مشروع مشترك بين شركة النفط الوطنية النيجيرية والمكتب الوطني المغربي للهيدروكربورات والمعادن. سيعبر الأنبوب 13 دولة في غرب إفريقيا قبل أن يصل إلى أوروبا. تشير التقديرات إلى أن تكلفة الأنبوب قد تتجاوز 25 مليار دولار. انطلقت الفكرة سنة 2016 وبدأ تفعيلها سنة 2022، بالضبط في شتنبر من سنة 2022، حين وقع المغرب ونيجيريا ودول غرب إفريقيا مذكرة تفاهم لتأسيس الخط. يرتقب أن يشيد الأنبوب على عدة مراحل ليستجيب للحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا خلال 25 سنة القادمة. سيتمكن الأنبوب من الربط بين احتياطات تصل إلى 5400 مليار متر مكعب من الغاز، إضافة إلى دمج اقتصادات البلدان من خلال ناتج محلي إجمالي يصل إلى 670 تريليون دولار، وهو مشروع طموح بآفاق اقتصادية هائلة. فهل تشهد سنة 2023 نقلة جديدة في مسار إنجازه؟